انا اجيب لك كل يوم حجرين. الله يخرب بيتك ريموت. مش هستعملك. يلا. حرام عليك يا راجل انت، انا زي بنتك وانت بتبصبص لي ليه؟ ايه ده انا مرات ابنك، حرام عليك. انا عملت كده بنتي؟ ايوه انت بتبصبص لي، عمال تبصبص لي في الرايحه والجايه. انا يا بنت. ايوه ده انت راجل كبير، عيب عليك كده. يخرب بيتك. وبص كمان عملت في وشي يا ايه؟ بنت ده انت مرات ابني. والاثر اهو الاثر اهو. صح ولا لا؟ مجنونه ولا عندك حاجه؟ لا مش مجنونه، حرام عليك اللي انت بتعمله فيا ده. يا شيخ حرمت عليك عيشتك يا بنت، ده انت زي بنتي زي بنتك؟ يا ريت بتعتبرني زي بنتك، ده انت بتعتبرني ست صغيره تقعد تعكس فيا في الرايحه والجايه. ابنك اصلا ما ينفعش يقعدك معانا هنا، انت لازم تمشي. هو انت مقتنع باللي بتقوليه؟ تفتكري يعني الشغل اللي انت بتعملهم دول ابني انا هيصدق ان انا هيصدق يا حبيبي، ما انت عمال تعكسني من الصبح في الرايحه والجايه، تقعد تطلب مني طلبات عشان تبصبص عليا. ايه بتقولي ايه يا اختي؟ انا هبصبص لك انت على ايه؟ لا انت حلوه، ده كان ابني عيني في نظره. خلي بالك ما تتكلميش كتير، انا عمري ما ببص لوحدي. ثواني بس، ايوه بتبصبص لي يا حبيبي في الرايحه والجايه، والكوبايات اهي تشهد. كل شويه هاتيلي وهاتيلي. بتعكس معايا. لا انت كل شويه تقول لي هاتيلي حاجه من المطبخ عشان تقعد تبصبص لي وتعاكسني. عكسك. انت شكلك كبرت وخرفت باين عليك، والله العظيم انا اخلي الاسلام يمشيك من هنا وهتشوف مشانك يبقى على ايدي. فعلا انا راجل متخلف ومجنون وما عنديش عقل خالص لما ابص لمرات ابني اللي هي بنتي. انت حسبتيها ازاي؟ والله انت بتمثل مثاليه دلوقتي. امال ايه اللي في ايدك ده وايه اللي في وشي ده؟ ده انا هفضل. انا ما اعرفش ايه والله انت اللي عملت كده. انا عارفه انا هعمل معاك ايه دلوقتي حالا. انا عارف انا. وهخليك تمشي دلوقتي حالا. يا اسلام يا اسلام تعالى يا اسلام بسرعه الحقني من ابوك. يا اسلام انت يا بنت انت جننتي. يا اسلام تعالى الحقني، ابوك هيموتني. اديك كوبايه شاي في وشك. يا اسلام يا اسلام الحقني، ابوك بيبصبص لي يا اسلام وبيعكسني. تعالى بسرعه يا اسلام. في ايه يا بنت؟ بص عامل في وشي ايه يا ايه ده اسلام؟ اللي في وشك ده؟ ايه يابا في ايه؟ في ايه اللي حصل؟ كان عمال يعاكسني يا اسلام وكل شويه يطلب مني طلبات يا عشان بنت اعترفي نفسك بقى، حرام عليك. ابويا بيعكسك؟ والله العظيم يا اسلام. بتعكس مراتي يابا؟ خليك انت راجل عاقل وانا مجنون انا وهي. افتكر ان ابوك يعكس مرات ابني. ايوه اللي انت بتقوليه ده. الاثار اهي، الاثار اهي على وشي. بص بهدل مين لي اللي عمل في وشك كده؟ ابوك. انت يابا اللي عملت في وشها كده يابا؟ يا ابني ما ينفعش، والله العظيم ما حصل. ازاي يا لا كنز؟ حصل. اهو بص الاثبات اهو، إثبات الاثبات على ايه؟ ايده اهو. ايه ده؟ شفت؟ ايوه صح. ايوه صح. ده ميك اب يابا على ايدك اهو. والله العظيم يا اسلام ابوك كل شويه يطلب طلبات عشان يعاكسني ومسك ايدي يا اسلام. تخيل انه ازاي يابا الكلام ده يابا؟ يا ابني انا لسه متوضي عشان اصلي والله العظيم. وانا مالي بالكلام ده يابا؟ ما كل حاجه حرام باينه عليك اهي. يا شيخ. والاثر بتاع اللي انت عملته في وشها اهو يابا. يعني انا بقعدك في بيتي يابا تبص على مراته يا وتقعد ابني تعكس فيها يابا؟ يا ابني ما ينفعش. انت راجل كبير وبتصلي، عيب عليك كده. من امتى الكلام ده؟ من بدري يا اسلام وانا ساكته عشان انت ما تمشيهوش. يعني انا يابا مقعدك عندي تعمل كده يابا؟ انا مش قادر اصدق اصلا ان انت تبل عليا كده، ولا اصدق اصلا. ثواني بس يا عم الحاج، ما تقعدش تتكلم معاها. انا ببل انت عليك. ازاي تعمل كده مع مرات والله ابني؟ انا ابنك؟ معاها. مرات دي فيك. مرات ابنك يا اخي، يعني في مقام بنتك. طب ما تقولي نفسك. وانا مأمن لك يابا وسايبك في يا بيتي ابني ما وبنزل تقولي شغلي نفسك. ما تعمل تقولي كده في نفسك. مراتي؟ انت يا اسلام اول ما بتنزل اقسم بالله بيقعد يخليني اجيب له بالله. طلبات وعشان يبصبص لي يا اقسم بالله اسلام. انت بتكذبي يا بجد، ربنا بص يا يسخطك اسلام، انت بص يا دلوقتي. اسلام في دقيقتين شارب قد ايه حاجات. ايه يابا ده يابا ده يابا؟ هي خدامه عندك، انت قاعد في كافيه هنا. يا ابني انت نسيت نفسك ان انت كنت شايب البتاع ده ولا حاجه بتاعك. انا ما انت شايب- شربتش. نعم. هو ايه اللي نعم؟ ايوه هو يابا عبد انت راجل كبير انا يابا. حسيت لك مخك كمان. بلا لا حسيت لي مخي بلا مش مخي. صلي على النبي يابا، انت مش هينفع تقعد معايا في البيت تاني بعد اللي انت عملته ده يابا. قول لي بقى الناس معلش يا كنزي حقك عليا يا حبيبتي. معلش حقك عليا. ايه، هو انت راجل ما دام رجاله مالوش يا اسلام اللي عمله فيا. وانا اديها على مين ازاي وانت غلطان يابا؟ باصص ما حصلش يا اخي، ما حصلش، انت جننت. ما حصلش. حرام ازاي ما عليك. حصلش يعني؟ طب صلي على النبي. على بالظبط السلام. ما تعيطيش يا حبيبتي حقك عليا، ما تعيطيش، انا لا همشيك انا دلوقتي. امشي احسن. يابا صلي على النبي عليه يابا، الصلاة انت مش هينفع تقعد معايا في البيت لا تاني وانا مش يابا. هينفع اقعد. المره دي قالت لي كده، المره دي تعمل ايه؟ يابا بص ما تقعدش تبرر، تمام؟ انا عارف ان حسبي ان الله ام الله ونعم يرحمها الوكيل. سابتك، بس يابا ما انا مش هينفع تقعد ابوك معايا في كبر البيت يا تاني. اسلام وشكله عقله خف قوي يا اسلام اللي هو عيب بيعمله يابا، ده فيا انت ده. راجل كبير وشايب يابا. انت بص لشعرك يابا عامل ازاي يابا؟ ليه تعمل كده في مرات ابنك يابا؟ يا ابني والله ما حصل، الله يخرب بيتك، انت ما تصدقش ما تفهمش. ما هو ايه اللي جاب الميك اب على ايدك؟ بص المنظر في صدقك وشها. ازاي يا حمايه يعني وانت عامل ليه؟ كل ده في ده انا وشي؟ مأمن لك ومقعدك في بيتي يابا. حاجه غريبه حتى ده. والله حاجه غريبه؟ الله اسمع يابا صلي على النبي الله يابا. يعمل وكيل فيك. بعد اذنك يابا ما تتكلمش مع مراتي.
مش هو انا هينفع يابا. بتكلم مع عندي لغايه يزعل ابوك لابوها، انا سايب من البيت وماشي يا عم. طب يابا بعد اذنك مش هينفع تقعد في البيت هنا تاني من النهارده. واستعني يا سيدي، خليني امشي من قدامك، انا عايز اغور من وشك انت وهي. ماشي يابا اتفضل يابا. وانا بس على بقى فكره انا مش مسامحك ولا مسامحها. ما تجيش فيني. يابا انت غلطان انت وبتبجح كده ربنا يابا. غضبان عليك يا انت راجل. غلطان اوعى، وبتبجح اوعى. يابا. كتر الله فيكم في عينكم السودا. شوف يا اخي انت رايح فين يا اخي. تعالى اقعد يا ينفع حبيبتي يا اقعد. اسلام كده اقعد. ينفع؟ يعني ليه يعمل معايا كده؟ طيب يا اسلام انا عملت له ايه؟ انا لو رضيتني يتبلى عليا كده واتهمني اتهام راجل قليل أدب. وهو كمان الدلدول يروح يصدقها ويمشي وراه ويطردني انا من بيتي. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه كده يا ابني؟ ده انا ما صدقت انك ربنا كرمك وكبرت وتنيت بعد وفاه امك تقوم تبهدلني كده وتسمع كلام مراتك يا دلدول. انا مش عارف انا ايه اللي عمل ابويا ده يا كنزي. عارفه يا اسلام انا كنت بعتبره زي ابويا يا اسلام. ابوك خلاص، ابوك كبر واتجنن يا اسلام. معلش يا كنزي حقك عليا. ادينا انا مشيت يا اهو إسلام. وهو مش هيخش البيت تاني. ابويا الله يرحمك ياما سبت ابويا ياما وسبتني عارف يا للقرف إسلام، انا. من ساعه ما اتجوزت انا وانت اقسم بالله وهو عمال يعمل فيا كده. بس آه. انا قلت خلاص بقى ما ينفعش. اكيد طبعا ما ينفعش يا حبيبتي حقك عليا والله العظيم. انت لو كنت قلت لي من البدايه كنت مشيته. يا اسلام انا كنت خايفه ترميه بره، هترميه هيروح فين؟ ما ينفعش اللي هو عمله ده. ما ينفعش. ازاي يعمل كده يعني؟ ده انت مرات ابنه يعني أيوة. في مقام بنته. يعني انت عارف يا اسلام اقسم بالله هو زمانه دلوقتي مش هيلاقي اي حد يعيش فيها عشان انتوا اهلكم كلكم ماتوا. فانا كنت بقول حرام راجل كبير ويقعد مع ابنه. معلش لكن يا ما كنزي. ينفعش يبصبص لمرات ابنه. ليه يابا عيب. تعمل كده يابا؟ ليه تعمل كده يابا؟ حقك عليا انا ما تزعليش مني بس بالله عليك ما تقولي لحد من عندك. لا ولا مش لامك ولا هقول لابوك له. عشان ما يحصلش مشاكل. انا زعلانه قوي يا اسلام، معلش. زعلانه على نفسي وزعلانه اللي انا قعدت حقك معاه. عليا حقك عليا وانا مشيت اهو. انا مشيته ومش هيقعد معانا هنا تاني. ينفع كده يعني يا اسلام اللي حصل لي ده؟ معلش طب اعمل ايه؟ طيب ابويا انا اللي قدرت عليه مشيته اهو. اضربه يعني؟ ما هو ابويا برضه يا لا يا كنزي. اسلام ما ينفعش تضربه، ما انا كنت مقعده كل ده عشان هو استغفر الله ابوه. العظيم يا رب. ليه كده يابا؟ ليه كده يابا تحطني في امر محرج يابا؟ مش لدرجه اللي هو يمسك دراعه ويلويه يعني. ايه ده؟ معلش مش يا للدرجه دي. معلش حقك عليا والله العظيم. انا بعتذر لك وحقك عليا ومش هيخش البيت هنا تاني يا ستي. ماشي يا ماشي؟ اسلام براحتك، شوف له بقى اي حاجه خلاص بقى، تقعدوا فيها. هو بقى مشي يقعد بقى في الشارع يقعد في اي حته ماليش دعوه بيه. هو مشي كده كده اصلا. صح عندك حق يا اخويا. ما تزعليش بقى وخشي اغسلي وشك وتعالي اخرجك بقى ايه واكلك بقى في المطعم اللي انت بتحبيه. بتحبي تاكلي فين؟ ماكدونالدز. خلاص يلا عشان خاطر اوديكي ماكدونالدز. يلا روحي غيري بقى يلا واغسلي وشك. حاضر. يلا قومي بسرعه ما بس هو تاخريش. هكون زعلان يا اسلام اللي يعني انا زعلان على ايه؟ انا مش عايزك انت اللي تزعلي. انا متضايق من جوايا على ابويا عمله. انا مش زعلان. روحي يلا. ماشي يا اسلام، هو الناس لما بتكبر بتخرف. معلش يا حبيبتي حقك عليا حقك عليا. استغفر الله العظيم يا رب. انا مش عارف انا ايه اللي عمل ابويا ده. الناس بتكبر وتعل وده يكبر ويخيب يبص على مرات ابنه يعاكس مرات ابنه. وصلت بيك يابا ان انت تعمل كده يابا؟ مقعدك في بيتي وشايلك على راسي ومراتي خدماك في الاخر تعمل فيها كده؟ تبص عليها وتبهدل وشها كده يابا ويقول لي انا ما عملتش انا مش عارف ايه؟ ما الدليل على ايديه، الدليل على ايده. ابويا كذاب. لا ابويا ما يقعدش في بيتي هنا تاني، هو كده كده مشي. يا رب بس ما تقول لحد من اهلها يحصل مصيبه دلوقتي، ربنا يستر. الحمد لله الخطه اللي امي قالت لي عليها نجحت. لما اتصل بقى عليها اطمنها. ايه يا حبيبه قلبي، الخطه اللي انت قلتي لي عليها نجحت كنزي. وبالظبط. بجد الخطه نجحت عشان تعرف امك وتدبيرها. دماغي دي بتعمل حاجات كتيره. ايوه يا اختي اسكتي اسكتي، ده راجل كبير وكده ويقعد معاك في الشقه ليه؟ يا روحي. ايه؟ لا جبت روج، ما لقيتش والله يا ماما. جبت روج وحطيته على وشي وحطيته على ايده عشان اسلام يصدق. انت عروسه لازم تدلعي وتلبسي وتقلعي. لا هو كده يا بنت ارتاحي. ما يا ماما، ما انت مفكره ايه؟ يعني دي بتضحك عليا وبتتبلى على ابويا؟ طبعا دي دماغك يا ست الكل، تسلم لي دماغك والله العظيم لازم ابوسها. اسكتي اسكتي، ده اهم والزحمه على قلبي. تفكير جهنمي، ما جاتليش الفكره دي قبل كده. يعني امها اللي مسلطاها؟ ما انا كنت بخطط انا وانتي علشان نغوره في داهيه. يلا اهو غور. لو عوزتي اي حاجه يا بنت قولي لي وانا هدبر لك اي حاجه تعوزيها. اسمعي من النسوان بتوع زمان يقولوا كل حاجه تمام. البيت كده هيفضلي بقى انا واسلام. لا يا حبيبه قلبي، لا اسلام مش زعلان ولا حاجه على فكره. فكرته هيزعل بس هو شويه وهينسى يعني. يلا روحي شوفي انت هتعملي ايه وانا اخش اعمل لي كوبايه شاي. خلاص ماشي يا حبيبتي.
لا البيت هيفضلك انت بقى يا روح قلبي وتجيلي براحتك. ماشي يا حبيبتي يلا خلاص ماشي يلا سلام. ازيك يا كنز؟ عامله ايه يا كنز؟ اخبارك ايه؟ انا انت كويسه كويسة؟ يا اسلام تمام. انت كنت بتقولي لامك ان حماكي كان بيعكسك وبيبصبص لك؟ لا ما انا كنت بسلم على ماما عادي يا اسلام علشان بس يعني بقالي كتير ما رحتلهاش. بقالك كتير ما رحتلهاش. ايوه عشان انا كنت قاعده مع باباك هنا بخدمه. صح كنت بتخدمي ابويا. بتخدمي ابويا اللي اتبلت عليه. بتخدمي ابويا اللي اتبلتي عليه يا انسانه يا قليله الادب. يعني انت اتبلتي على ابويا؟ يعني انت متفقه انت وامك عشان خاطر تمشي ابويا من البيت؟ لا يا اسلام لا. قولي لا يا اسلام. ما انا سمعتك اهو، سمعت كل حاجه، سمعت كل حاجه خلاص. يعني انت متفقه انت وامك تتبلى على ابويا انا؟ وانا عمال اقول ابويا غريبه، ابويا ازاي يعمل كده؟ ابويا ملوش في الكلام ده. ده ابويا راجل متدين بيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ابويا يعمل كده؟ انت بتتبلى على ابويا؟ لا ما انت بتتبلى على ابويا انت وامك؟ ده انت يومك اسمعي يا بنت، والنبي يا اسلام انا هنزل اجيب ابويا دلوقتي ومش عارف اجيبه منين. بس اقسم بالله لو لقيت ابويا تحت وجبت ابويا لا هيبقى يومك اسود انت وامك. والله يبقى يومك اسود انت وامك. انت بتتبلى على ابويا يا كنزي. ده انت يومكم مش معدي معايا. يا اموتك يا شيخه، اموتك. يا لهوي يا بسم الله. عارف جوزي عارف، مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. يا ربي لازم اتصل على ماما واقول لها الحقني يا ماما اسلام عرف. يا لهوي جوزك قفشك كنت بتكلميني وعارف الحوار؟ الحقني بسرعه ده هيموتني. طب بقول لك ايه؟ اقفلي سلام يا لهوي. بسرعه علينا يا رب. يا لهوي البنت هتتطلق. تعالى يابا خش يابا. لا يا ابني مش هخش. والنبي لا تيجي. لا يا ابني انا مش هخش. انا المره دي عدت على خير، ما اعرفش المره الجايه يحصل ايه. حقك عليا يا ابني انا قاعد عند البواب. والله لا والله لا تخش. ده كويس ان انا نزلت لقيتك قاعد مع البواب يابا. معلش حقك عليا. حقك عليا والله. تعالى بس افهمك بس الموضوع. حقك عليا. ده الحمد لله ان هو كان قاعد مع البواب تحت. تعالى يابا خش بس. يا ابني هتجيب لنا الضرر. لا تعالى بس خش منك لله يا كنزي. ده انت يومك هيبقى اسود انت وامك النهارده. تعالى يا حاج. تعالى يا حاج. بس يا ابني والله العظيم انت جبت لنا الغم كده. كنت سيبني معلش يا حاج والله العظيم حقك عليا. معلش انا اللي انا عملته معاك ده انا مش عارف انا عملت كده ازاي. انا عارف ان انت يابا مالكش في الكلام ده، بس هي يعني لما بصيت في وشها وبصيت في ايدك حتى بص الاثر لسه موجود، فكده كلام مظبوط وده الدليل اهو يابا. لكن انا يابا بصراحه كنت داخل اشوفها غيرت ورقه لان احنا كنا نازلين سمعتها وهي بتكلم امها بتقول الخطه نجحت ومشينا حمايه من البيت ومش عارف ايه. يعني كانت متفقه هي وامها يابا ان انا امشيك وكده وتتبلى عليك. نفترض ان سيادتك كده بجلاله قدرك ما دخلتش في اللحظه دي وما سمعتش حاجه. انا كان يبقى مصيري ايه؟ يعني انا كان في يوم من الايام يبقى مصير الشارع. الله اعلم. معلش يابا حقك عليا. انا سمعت الحوار يابا وانا هجيب لك حقك يابا. والنبي سامحني والنبي. انت ايه اللي جابك؟ سامحني والنبي عشان اسلام. انت ايه اللي جابك؟ والنبي يا حاج. خش جوه عشان ما دغدغكيش دلوقتي. مالكيش دعوه بابويا. ده انا هرن على امك دلوقتي هتيجي. اقسم بالله ان انت تتبلى على ابويا وتتفقي انت وامك عشان امشي ابويا واطرده وربنا ما عدها لكم. زي ما انا ما قبلتش ان ابويا يعكسك ويبص لك، زي ما انا مش هقبل ان انت تتبلى على ابويا. وامك الحربايه دي انا هجيبها دلوقتي وهيبقى يومكم اسود. خلاص يا ابني طالما عدت على خير اول اخر مره يا اسلام والنبي. خلاص يا ابني والله العظيم يابا ما يحصل حقك لا اجيبهولك. وعن شرط يابا لو انت ما ترضتش عليا الطلاق بالثلاثه منها بس لا طلقها يابا. بس ايدك يا حاج حبايبي كده والنبي بس والنبي. مش بس ايدك يا انا هجيب امك تجيلي وانا اعرفكم ازاي تتفقوا كده على يا ابويا. ابني خلاص خراب البيت. تتبلى على ابويا. خراب البيت مش سهل. يابا اسكت انت يابا بعد اذنك. قول له بلاش. ايه يا حماتي؟ ما تتكلميش كتير يا حماتي وتقولي لي ايه يا ابني ومش ايه يا ابني. لا مؤاخذه في الكلمه. انا امي مش حربايه. فبعد اذنك تعالي لي دلوقتي عشان اقسم بالله لو ما جيتي هرن عليك اقول لك تعالي شيلي بنتك ادفنيها. زي ما بقول لك كده. مستنيكي. سلام يا حماتي. والله ما ينفعش اقول لك يا حماتي اصلا. مستنيكي. سلام. خلاص ابوك ارتضى. امك جايه اقسم بالله على اللي هي عملته ده وانت كمان معاها وبتخططوا لا هخلي يومكم اسود. حقك يا حاجه انا هجيبهولك وما تضايقش. يا بنتي انا راجل كبير وقد والدك، يعني تقبلي عليا تبهدل البهدله دي؟ انا استغربت الكلام اللي انت بتقوليه ده. اصلا ابويا مش كده. ده ابويا حد متدين وحد محترم.
مشيت وراكي لما لقيت في وشك وفي ايديه، فقلت يبقى ابويا كده. لكن انا اللي غلطان اني مشيت وراكي اصلا. انا كده. والنبي يا حاج معلش يا حاج، معلش معلش يا حاج، حقك عليا يابا، وانا امها جايه دلوقتي اقسم بالله يابا. بص لا اعلمه بالادب، انت مالكيش دعوه بابويا بعد اذنك، وخش جوه عشان اقسم بالله هقوم ادغدغك وربنا هقوم اضربك. خلاص طب خش جوه، حاضر. خش جوه، خش، ده انت يومكم اسود معايا. استنى بقى اهدى شويه، حصل خير الحمد مش لله. هينفع يابا، حقك يابا لازم اجيبه لك يابا، انا عارف انا هتعامل ازاي مع الاشكال دي يابا. يا ابني حقي جاي من ساعه ما انت جيت ورضيتني. اهو امها اللي جت دي. افتحي يا استاذه، افتحي، اقسم بالله بلا بص لا اخلي امك اسود. بالهداوه يا ابني، دي ست كبيره امها، بالهداوه عشان خاطر. دي ست حربايه يابا، تتفق هي وبنتها عشان خاطر ان انا امشيك ويتبالوا عليك. الحمد لله. لما تجيلي بس، لما تيجي افتحي الباب. مساء الخير يا اخويا. مساء الخير. ازيك يا اسلام؟ السلام عليكم. ازيك يا ابو اسلام؟ انا عامل متوضي ايه؟ يا حاجه معلش. ازيك يا حاجه عامله ايه؟ ازيك يا حبيب جوز بنتي؟ لا بعد اذنك يا حاجه، بص بلا جوز بنتك بلا مش جوز بنتك، صلى على النبي. عليه الصلاه وافضل السلام. انت يعني انا معلش يعني انت لو واحد صاحبي او لو واحد في الشارع على اللي عمله انا اقسم بالله كنت قمت دغدغته دلوقتي. عيب يا ولد، لكن انت ست كبيره مالكيش دعوه بامي بعد اذنك يا حاج، عشان اللي انت عملتيه انت وبنتك ده انا مش هعديه. يا اخويا البنت عايزه تقعد براحتها. يعني البنت عايزه تقعد براحتها، يعني عيب لما تتفقي انت وبنتك ولا تسلطي بنتك على ابويا وتتبلى على ابويا. انا مشيت ابويا وطردته تمام، اسمع بنتك وانا داخل جوه تقول لك الخطه نجحت يا ماما وبرافو عليكي يا ماما والكلام ده كله. ما تهدى يا اخويا شويه وانت بتكلمني. يعني ايه ما تهدى يعني؟ يا هتعلي صوتك هعلي صوتي. لا. قلت لك انا يابا الاشكال دي انا عارف انا اتعامل معاها ازاي. قد ست كبيره. اهو شفت ابوك محترم. ابويا محترم مالكيش فيه. ايه اللي انت عملتيه انت وبنتك ده؟ البنت عايزه تقعد براحتها. يعني ايه تقعد براحتها يعني؟ وانا ابويا عمل لها حاجه؟ مش ابوك عنده شقه يروح يقعد فيها ويتجوز؟ لا ما عندوش شقق. ماما عندها حق يا اسلام. قلت لك ما خلاص امشي من وش. بقول لك ايه يا اسلام، بالراحه على نفسك كده انت وابوك. يعني انت يا حاجه بتتفقي انت وبنتك على ابويا؟ لا مش بنتفق على ابوك، انا بقول لها بس يا ريت تقعدي براحتك في بيتك انت وجوزك. فتقولي لها مشي حماك وتبلى عليه؟ لا ما قلتلاش مشي وتبلع عليه للدرجه دي يعني، بس لقيت ابوك بارد. امك قالت لي ما قالتش يا بت. قالت لي اللي هي قالته لك ده دلوقتي. يعني ما قالتلكيش مشي حماك وتبلى عليه؟ لا قلت لك ابوك يعني بيريح قوي مش راضي يمشي. بصراحه اتفقنا على ابوك يا اسلام. ابويا مريح قوي مش عايز يمشي صح؟ صلى على النبي يا حاجه. على الصلاه وافضل السلام. انا طردت ابويا ومشيته. مش خلاص الصلح خير؟ بلا صلح خير بلا مش خير. لو بنتي كانت قالت لي من البدايه ابوك ما ينفعش يقعد معايا كنت انا رفضته وما اتجوزتهاش. طب انا كنت لكن رايح احنا متفقين وقلت لها ابويا هيقعد معايا ووافقته. ليه التغيير دلوقتي؟ يا ابني البنات عايزه تتدلع في بيتها. مش بتاعتي انا دلوقتي يا حاج. يعني ابقى عايزه تتدلع ابوك قاعد لنا. انا مش بتاعتي انا اتفقت على كده، كنت رفضه من البدايه. ما انا ما كنتش اعرف ان هي هتشتكي لي كده. لا مش بتاعتي بعد اذنك، فدلوقتي يا حاج انا عايز حق ابويا. حقك علينا يا حاج. يا حاجه بعد اذنك انا عايز حق ابويا. ما انا قلت لك حقك علينا يا حاج. ايه حقك علينا دي يعني؟ يعني ايه حق اعمل بيها ايه؟ يعني اما ابوس راسه. انا طردت ابويا ومشيته وبهدلت ابويا. ها؟ يعني اما ابوس حقك علينا يا لا حاج. يا ست بقول لك بتوضي اعملي معروف، انا ما بحبش كده. رضا ابويا بيت روحي راضي حماك وقول له حقك عليا يا بابا. من بعيد. لا يا حماية انا اسفه مش هعمل كده تاني خلاص. اول لو وآخر انا مرة. عن نفسي مسامح، بس اذا عيد مسامح. خلاص ابوك مسامح بقى يا خلاص اسلام. يا اسلام بقى. هقول لك آخر فكره حلوه. مرة والله يا هقول لك أخويا مش فكرة حلوة يا هعمل كده إسلام. تاني. اصل هقول انا لك عايز فكرة اقول لك على حلوة. حاجه يا بنتي. قولي. انت دلوقتي اتبلدتي دلوقتي عليا. استنى يا عم الحاج، مش ابوك مسامح وانت سامح وانا مش عاجبكوا تاني. انت الموضوع مش موضوعك انت. خلاص بقى يا اسلام. ايه يابا اللي انت عايزه يابا؟ خلاص يا حاج كمل يابا، عايز انا ايه بس يابا؟ عايز اقول لك كلمه بس. قول لها انت يابا. دلوقتي اتبليتي عليا، نفترض ان انا بقى انتهزتها فرصه وعملت كده لا، بجد. مش هعمل استنيني كده. بس وعملت كده بجد، عمرك ما تقدر تشتكي. صح يا ابني ولا لا؟ عندك حق يابا، عندك حق. تتجوز ابوك يا اسلام. ها؟ هما اللي انت بتقوليه ده دلوقتي. تتجوز ابوك يا اسلام. بقول لك يا حاج صلى على النبي، عليه انا الصلاة مش وقت هزار. مش بهزر يا ايوه اسلام. اتجوزنا ابوك ومش جوزنا ابوك. إيه؟ صلى على النبي يا حاجه. ليه؟ انا جايبك لمشكله. ما خلاص هنصالح البت عليك يا اسلام. أيوة. حقك علينا. عايز بس تقول بتقولي لجوزك تجوزنا ابوك؟ بس يا عم ايه؟
مش وقته الكلام ده يا جماعه، احنا دلوقتي في صدقت بقى مصيبة. حقك علينا يا اسلام. بنت تقول لحضرتك حقك عليا يا بنت، ده زي حقك عليا يا بابا. حماية، خلاص اول واخر مره. صلي على النبي يا حاج. عليه الصلاه والسلام. لو سمعتك بتتكلمي مع امك او بتدخلي امك في امور البيت، عليا الطلاق منك يا كنز، لا تبقي طالق وبالثلاثه. حقك يا ابني، حقك. حاضر يا اخويا. تمام؟ انا قلت لك هتبقي طالق وبالثلاثه لو دخلت امك في امور بيتنا مش تاني، هدخل حد خلاص. وبراحتك خلاص من غير ما اقولها لك تبقي طالق خلاص يا طالق. اسلام بقى، ماشي خلاص يا يا إسلام. خلاص صالحت. هي حرمت. حقك عليا يا اسلام، انا ماشي. عايزين حرمت حاجه؟ والله العظيم. خلاص بقى، الصلح خير. ماشي يا حاج ماشي. بص راس ابوك يا بنت. لا والله ما يحصل، خلاص انا مسامح. انت مرضي يابا خلاص؟ انا مرضي تمام. بالله عليك ما تبقى زعلان الحمد يابا. لله. خلاص يابا بالله عليك. ماشي حصل خير. خلاص يابا، صلي على النبي بقى. عليه الصلاه روح والسلام. اقعدي مع امك يومين بقى كده لحد ما ابويا ايه ياخد راحته ويبقى مبسوط. ليه كده يا ولا؟ ما احنا قلنا بقى. الصلح لا يابا خير. خلاص، تروح تقعد مع امها يومين بس عشان تاخد راحتك يابا والموضوع بس ايه يكون كده فك معاك. خلاص يا ماما ما فيش مشكله، هقعد معاك يومين. هتقعد معاك يومين يا حاج. ياخد راحته. طب خليها. فطميها واديها كام نصيحه طب كده. هقول لك فكره احلى. اه خد انت بنت تقعد معاك اليومين وانا اخد ابوك نتجوز. كنت نسيت. يا ماما يا ماما انت طب يا حاجه بعد اذنك اتفضلي. تعالي يا اتفضلي. ماما ما تكسفناش اكتر خد من امك كده. وامشي. خلاص يا اخويا، احنا اتحايلنا عليك وعملنا كل اللي انت عايزه. اقعدوا بالعافيه ومن غير عافيه. مره حربايه صح والله العظيم. اتجننت انا اتجوز الحربوقه دي؟ معلش يا حاج، حقك ايه عليا. العبط ده؟ اهم حاجه انت مرضي. انا مرضي بس ما كانش صح، خراب البيوت مش بالسهل يا ابني. اقسم بالله يابا كنت هطلقها. لا ليه؟ رحمة اغلى حاجه عندي لا يابا كنت حول ولا هطلقها قوة يابا. الا بالله العظيم. بس حصل طالما خير. يابا انا شفت امها عامله ازاي يابا، اعمل ايه طيب؟ ست كبيره طيب يابا. خلاص يا ابني زي والدتك، ومع ان ما فيش حد زي والدتك، بس يلا. الله يرحمها يابا الله يرحمها. ايه رأيك؟ اهم حاجه انت ما خلاص. تزعلش اني اقرا لها الفاتحه يابا. لا حول الله يا رب. لا بس حول انا ولا عايزه اقول لك يا ماما، اللي احنا عملناه ده غلط قوي يا ماما. ما كانش ينفع تسلطيني على جوزي كده وابوه. يا سلام، دلوقتي بقى وحش؟ ما تتفقش معايا ورديتي. مش يا ماما، بس انا مش عارفه، اسلام خلاني دلوقتي اقعد عندك. انا مش مطمنه، ممكن اصلا يا ماما يبعت لي ورقه طلاق عندك اساسا مش عارفه. بقول لك ايه، اما اتجوز ابوه الدنيا هتروح. ماما لو سمحتي ما تفتحيش السيره دي تاني قدامي ابدا، عشان ليه؟ اقسم بالله هخسرك. وكمان ما تجيش عندنا بقى الشقه هناك طول ما ابوه موجود. يا دلوقتي بقى شيء عندك يا اختي. بصراحه يعني ادام انت عينك من ابوه كده، طب اما انت عينك منه، بدل ما تقولي لي لا خليه قاعد وما اعرفش ايه تسلطيه عليا، قصدي تسلطيني عليه. ليه يا ماما بتعملي كده؟ انا قلت كده عشان ما يبقاش لحد يضطر يتجوزني. يا لهوي عليكي، ده انت دماغك سم. ايه ده؟ يعني انت بتخليني اطرد الراجل من عندي، واسلام كان ممكن يطلقني على فكره فيها، بس لولا اللي ابوه رجع طلع راجل محترم واسلام ما طلقنيش، اقسم بالله يا ماما كان خراب بيتي على ايدك عشان انت تتجوزي ما ابوه. تتكلموش كتير. انا زي ما قلت لك يا حاجه، لو دخلت في امور البيت عندي تاني بنتك هتبقى طالق وبالثلاثه. وزي ما شفتوا معانا يا جماعه، اللي هم عملوه ده صح ولا غلط؟ يعني ان مراتي تمشي ورا امها وتتبلى على ابويا، ده صح يا جماعه؟ يعني هي خلتني طردت ابويا ومشيته وبهدلت ابويا، ده يرضيكم؟ هل اللي هم عملوه ده صح ولا غلط؟ مستني رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك ومشاركه عشان خاطر نشوف اراء الناس ايه في اللي حصل. والنبي يباركوا على الفرح. يباركوا على الفرح. انت وليا سم على فكره، والله العظيم دماغك انت سم. مش ام ما نبلت تنسوش يا مني. جماعه تصلوا على النبي، صلوا على عليه الصلاة الحبيب عشان والسلام. قلبكم يطيب. وسلام عليكم.